في موضوع اتفضل. احمد فتحي ومتعب يا كابتن خالد. اتفضل. اول حاجه مش مهيب اللي جرى احمد فتحي يقول ولا مهيب اللي خلى متعب يقول. اللعيبه واخده قرار بعد حوار الكابتن حسام البدري صباح هذا اليوم في احد المواقع الكبيره. قال ايه بقى؟ قال بالنسبه لمتعب لولا انه متعب ما جددنا له. عنوانه كده، معناها ان عماد متعب يعني حاجه قليله قوي فاحنا جددنا له عشان اسمه بس، فبالتالي هو وجه له هنا اهانه مباشره. فهمت قصدك، وانا اتفق معاك ان ان عماد متعب اما سمع الكلام دوت كان لازم يبقى له رد فعل. الراجل بقى له 2 ولا 3. بالنسبه لاحمد فتحي شعر بالغبن والظلم الشديد لانحياز الاداره لحسام غالي ضده وتوقيع غرامه كبيره ماليه عليه، فضلا عن ان هو كان العرض اللي هو جاي له ده كان هياخد فيه $500,000 في 6 شهور والاهلي هياخد 700، يعني $1,200,000. هو كان يعني ايه؟ يعني كان بيكلف 10 مليون جنيه ليه في 5 شهور مثلا وسايب فلوس فعلا في قطر. فانا عاوز اقول ان فكره النادي الاهلي، لكن اللي خطا عند احمد فتحي انه يكذب سيد عبد الحفيظ على الهواء مباشره. يعني ما ينفعش لان هو سيد من الناس الاخلاق اللي متربيه. ثاني حاجه كلنا عارفين. لا ما هو بص اسمعني بس عشان انت قلت سبب عماد متعب انه انفجر، لكن تعالى اقول لك السبب احمد فتحي انه انفجر. ان اللي وقع عليه الغرامه كابتن سيد عبد الحفيظ، فهو احمد فتحي راح له قال له مش انا اللي غلطت في البتاع، انا بهزر، حسام غالي اللي غلط فيا، انت ليه بتعمل عقوبه عليا؟ قال له قولا واحدا هو كده خلاص العقوبه عليك. فاحمد فتحي انت عارف من اللعيبه اللي ما بتحبش يتخصم منها فلوس، فبالتالي اتضايق جدا وابتدى يتكلم مع كابتن سيد اكتر من مره لو سمحت شيل العقوبه، فكابتن سيد رفض شيل العقوبه. فما لقى الكابتن سيد بيصرح ان كل العروض وهميه، انه مفيش حاجه جت لاحمد فتحي، فطلع كان هذا رده بناء على الخصم اللي اتعمل له وكمان رفض احترافه، رغم ان هو كان عنده رغبه انه يسافر اهلي جده، وكان شاهد على ده محمد عبد الشافي زي ما بيقول احمد فتحي. خليني اقول لك برضه يا كابتن خالد ان ال3 لعيبه بره النادي الاهلي بنهايه الموسم، وافتكر الكلام ده وسجله. بما فيهم احمد فتحي، عماد متعب، حسام غالي، الموافقه على بيع او اعاره احمد فتحي. لا بس انت انا كان احمد جلال معايا امبارح او اول امبارح قال لي انه ان عماد متعب واحمد وحسام غالي رغم ان تم الاعلان رسميا ان تم التجديد ليهم لكن لم يتم التجديد ليهم. يا كابتن ما خدوش عقود، هم مضوا على عقود، الكلام كلام شفوي، جددنا لهم وافرحوا والاثنين مكملين. وكانت المناسبه الجون اللي كان جابه عماد متعب لما نزل وعمل ماتش كويس، لكن على ارض الواقع لم يتم تفعيل العقود. واسوأ شيء الان في فرقه النادي الاهلي هي اللوكلوك والكلام، لان اللعيبه النهارده فاتحه خط مباشر مع مسؤولين في مجلس الاداره، فبالتالي الجهاز الفني غير مسيطر على اللاعبين خاصه النجوم كبار السن. ولو انت فاكر ان انا من السنه اللي فاتت بقول ان المهندس محمود طاهر عاوز يمشي بعض النجوم الكبار ومش عارف. حسام البدري خلاص، عماد متعب بره، هو وصله انه بره. النهارده في جلسه عاصفه قبل التدريب هتوقع عليهم غرامات ماليه من 200 الى 300 الف. عماد متعب واحمد فتحي ماشي، هيتقال لهم اللي مش ده سيستمنا، اللي هيعمله كابتن حسام البدري هو اللي بيمشي، اللي مش عاجبه يقول رايه من دلوقتي. مش عاوز تجدد يا متعب، انت هستناك وفقا لرؤيتي اللي هي ظاهره خلال الفتره. على فكره خد بالك كمان ان من خلال السوشيال ميديا حسيت ان الجمهور رايح ضد احمد فتحي شويه وتصريحاته وضد عماد. لا حسوا ان احمد فتحي حاسبها فلوس وما عرفوش الكواليس اللي حضرتك قلتها من شويه. تمام. اللي هي حته الغرامه. تمام. يعني هو وبعدين احمد فتحي كبير، هم لموه انه طلع يتكلم، بس هو خلاص بقى الكلام دلوقتي وصل يتكلم. رمضان صبحي لجأ الى التمارض واعترف بده رئيس النادي عشان يروح يحترف. النهارده احمد فتحي لجأ الى الكلام والتصريح عشان يمشي برضه. وافتكر الكلام ده، احمد فتحي ماشي بنهايه هذا الموسم وعماد متعب وحسام غالي بره. اهم من كده بقى مين اللي جاب كوليبالي؟ مين؟ حسام البدري. تمام. حسام البدري النهارده اللي بيقول ان انا مش راضي عن مستواه وان انا مش هوافق على رحيله غير نهايه الموسم. كوليبالي ما يقدرش النادي الاهلي يمشيه، ولو مشي هيدفع باقي قيمه عقده. اذا على من احضر كوليبالي ان يتحمل مسؤوليته ويدفع ده من مرتبه. ما حدش يجي يقول لي ده الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات، لا، اللي جاب كوليبالي المسؤول الاول، زي ما بنقول حسام البدري المسؤول الاول.